مساء الورد والفل والياسمين. من سنين وبتشغلني فكره الترانسفورميشن، انك تتحول من شخص لشخص ومن حال لحال. الوزن دايما بيكون عائق انك تعيش حياتك بشكل طبيعي، تلبس اللي انت عايزه، تمارس حياتك الطبيعيه وصحتك تبقى كويسه. دايما الوزن عائق. من سنين واحنا بنعمل ترانسفورميشن، بتنتقل من وضع لوضع ومن حال لحال، من شكل ما بتحبوش لشكل كنت بتتمناه وبتحلم بيه وفاكره صعب، بس معانا مش صعب. قررت دلوقتي ان انا انقل لكم الحالات دي مع الحالات المبهره في برنامج ترانسفورميشن، سواء انتقال صحي رائع، سواء انتقال نفسي رائع، كلها حالات من البيئه من حوالين مننا، هتحكي لكم بنفسها كانت ايه وبقت ايه. وما لقيناش احلى من مدام هند نبدا معاكم اول حلقه من برنامج ترانسفورميشن. مدام هند ازيك؟ عامله ايه؟ منورانا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. لا نورك يا فندم، نورك. مدام هند ازيك؟ ازي حضرتك يا اهلا دكتور؟ بيكي. منورني. بصي انا ما لقيتش حد يدي للناس طاقه ايجابيه احسن منك. نبدا مع اول حلقه. اهلا بيكي. احنا دايما كانت الناس بتبقى موجوده في البيوت حاسه فكره انه هو ينزل مستحيله، فكره ان انا لو انا مريض، فكره ان انا ارجع ابقى بني ادم طبيعي مستحيله، انا لو بنوته واتجوزت وخلفت وهدومي ما بقتش كويسه معايا ارجع تاني مستحيله. لا، ليه يا جماعه؟ معانا مدام هند كان عندها حاله صحيه معينه هتحكي لنا عنها وتقول لكم عملت ايه عشان الناس تعرف انك في اي وقت ناوي وان شاء الله خير عاوز تبدا هتبدا وهتجيب احسن نتيجه ممكنه. كانت ايه المشكله اللي عندك يا فندم؟ هو في الاول يا دكتور هو مفيش حاجه مستحيله، وخصوصا مع حضرتك. ربنا يعني انت بتدي للواحد حتى لو جاي مكتئب او زعلان بتديله كده باور ان هو لا انا اقدر، انا بتشجعه وبتدي روح حلوه. فانا كانت مشكلتي ان انا كنت محتاجه اعمل عمليه في العمود الفقري، محتاجه اركب دعامه و6 مسامير وقصه كبيره كده، وكانت حركتي مش كويسه خالص، وكنت عارفه ان كل كيلو هيفرق معايا حتى لو عملت عمليه. ودكتور العمود الفقري هو بنفسه قال لي كده، فكان مديني مهله ان انا اتحسن شويه. فجيت لحضرتك ابتدينا دايت. الحقيقه كنت بخس وانا على الكنبه لاني كنت ممنوعه من الرياضه، من الحركه. يعني اك مشي ممكن اتمشاه كان مسموح لي 10 دقائق، اللي هو ملوش علاقه خالص ان هو يحرق اي دهون. ينزل وزن. حضرتك احنا بنتكلم ان احنا الحمد لله حصل تغيير في شهر واحد بس. في شهر واحد خسيت 10 كيلو. في شهر واحد خسينا 10 كيلو. طيب دكتور العظام لما شافك قبل وبعد قال لك ايه؟ لا هو انبهر اصلا بالنتيجه. انا حد كنت بمشي خطوتي ضيقه جدا، ما كنتش بعرف امشي كويس. لا، حد بمشي طبيعي، حد بمشي كويس. صحتي، وعشان كده الحمد لله لحد النهارده ما اضطريتش ان انا عارفه يا هند التحدي كان ايه بالظبط؟ التحدي كان ان الشخص لما يجي يخس هو بيخس في نسبه ميه بتقل، نسبه دهون، نسبه عضله. الدهون والعضلات ليها نسبه من 4 كيلو دهون كيلو عضلات قصاد منها بتنزل. تمام. دي نسبه طبيعيه جدا. مظبوط. التحدي مع حاله زيك، احنا عندنا مشكله في الظهر، لو العضلات قلت عن الوضع اللي انت كنت فيه ده كارثه. مظبوط. زائد ان العضلات المفروض تزيد. طب ازاي الكلام ده يتم وانت نايمه على السرير؟ هو ده كان التحدي مع الحاله بتاعتك، وده اللي بنقوله في ترانسفورميشن، ان الموضوع الدايت مش وان سايز فيتس اول، مش نظام واحد للناس كلها، لا، كل حد له الانسب. فكره ان كل حد له الانسب، فكره ان الدايت يا ترى كان مناسب معاكي، كان فت مع حياتك، انت عندك اولاد، عندك شغلك، عندك حياتك، ممنوعه من حركات معينه، الاكل كان مضايقك؟ بالعكس حضرتك، وده حاجه مميزه جدا معاك، انك بتشوف ان انا اسلوب حياتي ازاي، نظامي ازاي، بصحى امتى، بنام امتى، هفطر امتى، كل حاجه بميعاد. يعني مش بس الاكل المناسب لللايف ستايل بتاعي، لا ده كمان بمواعيدي. بالظبط كده. كمان كان عندنا نقطة تانية. مدام هند زي ما حضرتك شايفين بس ما شاء الله عليها صغيرة بس هي من الشخص اللي بيحب يلبس كويس. كان في مشكلة طبعا مع الوزن اللي زاد، الشيب اتأثر طبعا، فكان عندنا مشكلة في الشيب مع ربنا يديك الصحة. الولادة، مع القعدة، مع قلة الحركة، ده اللي بنقوله الناس بتتخيل انها خلفت طفل 2 خلاص بقى الهدوم القديمة اترمت، احنا رجعنا نلبس تاني. رجعت البس هدومي من وانا في الجامعة وانا بنوتة بالظبط. لا ودايما تفضلي كده. ربنا يخليك. الجلسات عملت معاكي ايه بقى؟ لا بقى دي شدت حاجات محتاجه تتشد، ما بقاش في. طبعا كنت قلقانه لان اي خسسان في سيليولايت، في ترهل، في حاجات كتيره، ستريتش ماركس.
فكره عدم نزول التناسق، لان في سيدات بتنزل مثلا وعندها مشكله بعد الولاده بطن بزياده، هي كلها بتنزل ما عدا البطن اللي هي مضايقاها من البدايه. ما هو دي ميزه الحقن بقى مع حضرتك، جلسه الميزوت شوك زائد البي سي اس، الكورس بنسميه بيت شوك، الاثنين مع بعض بالظبط كده. مش عاوز ادخلك في اسماء علميه يا جماعه، بس هو الكورس اسمه بيت شوك. الشيب طبعا بحدد انا لو في كمان اماكن معينه عايزه اشدها اكتر من اماكن ثانيه، او الدهون متراكمه في اماكن معينه، لا بصراحه كنت قادره احدد ده مع التخسيس، وطبعا فرق كتير جدا في الشيب بتاعي، حتى اصحابي، لبسي، كل حاجه فرقت بالظبط. لا انا اتبسطت جدا، انا بتبسط جدا. انا دايما بقول للناس الموضوع يا جماعه مش وزن وبس، 4 عوامل بيحددوا البني ادم: الصحه طبعا، النفس، الوزن، الشكل. النفس يعني ايه؟ انت كنت بتمشي 3 كيلو وبتبقى تعبان، بتمشي 5 أو 6. الصحه حاله مرضيه، ربنا يشفيك ويعافيك، الحمد لله بقيتي كويسه، ظهري تعبان، عندي الضغط او عندي السكر، بيتحسن ولا لا؟ شكلك اخباره ايه؟ ووزنك. مش فارق معايا ابدا ان وزنك يقل كتير، لانه ممكن يقل ميه، ممكن يقل عضله، ممكن ما يقلش دهون، وتبقى انت مبسوط. وده اللي بيحصل مع حالات التكميم والتدبيس، مش كلها طبعا ده حقيقي، لكن اغلبها. لكن احنا بنهتم قوي بالثلاث حاجات الباقيين: صحتك وشكلك، لان شكلك معناها دهون وحافظ على العضله. ده حقيقي، اعتقد ده حصل معاكي. ده حقيقي. واخدنا وسائل مساعده، كنا بنتكلم على السفر لو تفتكري، عامل معاكي ايه؟ طبعا مع الاكتئاب الواحد بيبقى شره جدا للاكل ونفسيته بتفتح. لا بالعكس، هو سد شهيتي كتير جدا جدا، وساعدني ان انا ابقى مش عايزه اكل. انا باخده قبل الغدا خلاص، انا يعني باكل الغدا بالعافيه وبعدين ما بقاش عايزه اكمل اصلا. طيب كسيده بقى مهتمه بشكلها، يا ترى انا بعمل دايت وخدت ادويه شعري باظ، بشرتي باظت؟ بالعكس، انا شعري ما كانش بيطول، بقى بيطول احسن لان انا باكل اكل صحي هيلثي اكتر. لا بالعكس، انا كله توتالي كشعر كصحه ككله، لا بالعكس احسن. فاكره لما جيت العياده، وطبعا انا اشكر ايمان يوسف المذيعه الجميله، هي اللي سبب معرفتنا ببعض. كان اول مره جيت وشميته عندي المصاله شاي تي لو تفتكري في العياده. طلبنا حتى احنا عايزين نشرب من اللي انت بتشربه ده يا دكتور. ده كان المشروب، الناس دايما بتشوف ده قدام مني دايما، اكواب كده بتروح وبتيجي، وانت بتشرب ايه طول ما انت قاعد بتشتغل؟ لا وريحته مغريه جدا. بالظبط. انا كان معمول المصاله شاي، الناس بتقول كرك، المصاله شاي ده الاصلي او ده التركيبه الاصليه، بيبقى فيها نسبه زعفران عاليه وحبهان عاليه. الحبهان دلوقتي بتتكلم لو محترم الكيلو بتتكلم في 1000 جنيه، الزعفران الجرام من 80 ل 100 جنيه. ازاي تحط تركيبه صح عشان تحرق دهون؟ فانا كنا مشينا على مصاله شاي تي، وجربت مصاله شاي كافي. الاثنين اخبارهم ايه معاكي؟ لا طبعا بيساعدوا برضو جدا في سد الشهيه وفي الحرق بيزيد. انا كان اصلا كنت جاي لحضرتك مفيش حرق اصلا، نسبه الحرق مش موجوده. الحركه كانت تزعل ان شابه صغيره داخله بتزك. ده حقيقي. دي كانت حاجه سيئه. كويس فعلا. لا بس الحمد لله، فضل ونعم. الحمد لله. دلوقتي فكره الترانسفورميشن، يعني انت ايه رايك في فكره ان احنا نعرض للناس حالات نجحت؟ انت اكيد بتشوفي حوالين منك في النادي والبنات قاعده: لا انا اعمل عمليه، لا انا مش هخس، لا انا جوزي بيقول لي انت ما بقيتيش زي زمان. ودايما حاسين ان هو الموضوع صعب والموضوع كبير، مع انه قد كده صغير قوي، شويه عزيمه قد كده بس، شويه اراده. ده حقيقي، كل حاجه هنوصل لها. هو المشكله ان احنا دايما شويه في ناس سلبيه، ناس بتستسهل، مع ان العمليات دلوقتي انا عندي قرايبي كتير عاملينها بالعكس، هم بيعانوا شهور، مش يومين، يعني بيعانوا شهور بعد العمليه، والجلد بيبقى وحش والصحه بتبقى وحشه والوش يعني بالعكس ده بيبوظ. اقول لك حاجه فريندلي بقى بيني وبينك، اللي بيخس النسبه الرئيسيه اللي بتنزل من الشخص اول شهر اللي هو ال 15 كيلو بقى، والارقام الجميله اللي هو ما شافهاش في الدايت قبل كده، وال 20 كيلو والحاجات دي كلها بتبقى عباره عن ميه وعضله مش دهون. يعني لو خس 20 كيلو خسيت ال 10 خسيت 10 كيلو بس دهون. احنا بنتكلم على العضله لو كانت قلت عندك كيلو واحد كنا اتاذينا اكتر. فاحنا بنجيب نفس الريزلت، بس انت المشكله عارفه عامل الوقت. شوفي مثلا حالات بتتكلمي من قرايبك سنه سنتين بتبقى عامله ازاي؟ بتعجز جدا، بتعجز، شعرها بيقع. هي كسيده انت لو خدت عشان مريض، يعني انا بنشوفها دلوقتي مفيش مريض، مفيش حد ينفع تقعدي معاه من غير ميك اب، من غير فول ميك اب، لان هو بيبقى تعبان. وانا عذره، هو كان عاوز يخلص بس ما عرفش ان هو لما يخلص، يعني مثلا عارفه زي دخل الامتحان وغش، انا نجحت بس طلعت فاشل، انت ما عملتش حاجه جيده. فلا، نزول الوزن الصحي هتجيب النتيجه، ده اللي عاوزين نوصله للناس. انت هتجيب النتيجه، الوزن اللي انت عايزه في وقت قصير، والصحه موجوده في وقت قصير. انا كنت مبسوط جدا بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيده اني كنت مع حضرتك، ويا رب الناس كلها فعلا يعني تتشجع
واللي يعني عنده شويه كده خايف او مش هوصل او مش، لا كل حاجه البني ادم عايزها هيوصل لها، بس هو شويه اراده. شويه اراده، بربع جنيه اراده. ايوه بربع جنيه مش عايز اكتر إرادة. من كده. الف شكر يا مدام هند، وما كانش في افضل من حضرتك بحيث ان احنا تكون اول حلقه تظهر معانا في برنامج ترانسفورميشن، عشان ندي للناس طاقه ايجابيه في اي سن، في اي وقت. كنتي ام، كنتي انسه، كنتي مدام، تقدري دايما تبقي احسن. مفيش سيده عاوزه ما تقدرش. ده حقيقي. نورتني يا دكتور، وكلها اراده، ومع حضرتك ان شاء الله كلهم يوصلوا اللي هو عايزينه. ان شاء الله. شكرا ليك. نورتني يا دكتور. شكرا ليك. شكرا ليكم، ودي كانت اول حلقه من ترانسفورميشن، وان شاء الله انتظرونا في حلقات تانية كتير مع حالات كتير قدرت وعازت فوصلت. شكرا ليكم. باي باي. شرفتيني جميل، شرفتيني.